السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم تيراميسو بذوق الليمون. يجي بهذا الشكل، وصفة سهلة وسريعة. تجي بزاف بنينة وشكل راقي جدا. دونك بالنسبة لهذه الوصفة راح نستعمل 2 حبات بيض، نحط فوقهم 120 غرام سكر عادي، نضربهم بلو باتور حتى الخليط يولي لون فاتح نوعا ما، يعني مش حتى يطلع كيما لا جينواز. نضربوهم شويه فقط، نضيف لهم عصير تنين ليمون و75 غرام من مارغرين ذائبه وبارده. دونك بعد ما نخلطهم بيان نحطوهم في لاكاسخول وراح نحطوهم فوق النار. دونك النار هنا تكون في مويان، وتقعدوا تحركوه حتى تبدا تغلي. دونك هنا برك تبدا تغلي راح نحوها من على النار. دونك لاحظوا هنايا بالعاني ما سرعت باش تشوفوا، برك بدات غلات راح نحيها من فوق النار. ومن بعد ما نحوها راح نصفوها دونك افيك اون باسوار، ونغطوها بفيلم اليمونتير او كونتاكت ونخلوها على جنب باش تبرد. دونك لو طون ما راح تبرد لنا راح نطلعو لا شونتيي تاعنا. دونك استعملت كاس شونتيي بودرة مع كاس الا صبع تاع حليب يكون بارد. نطلعوهم حتى تحكم لا شونتيي تاعنا بيان. راح نستعمل نصف الكريمه تاع الليمون اللي خدمتها. دونك نصف راح نخلطها مع لا شونتيي، ونصف راح نخليها للتزيين. دونك نتوما كي تحبوا تخدموا لاموس فقط استعملوا نصف المقادير تاع كريمه الليمون. كي تبرد لكم خلطوها مع هاد يعني لا شونتيي وراح تحصلوا على اون موس او سيترون. هنايا انا راني مسرعه الصوره. دونك نتوما تخلطوا غير بالعقل، دائما براتيكمون نفس الاتجاه حتى تتحصلوا على لون كريمه متجانس. فوالا بهذا الشكل لاحظوا. دونك راح نديرها في ان بوشادوي باش نسهل العمليه فقط. دونك تقدروا تستعملوا ملعقه اللي ما عندهاش ان بوشادوي. كيف بالنسبه لكريمه الليمون راح نديرها في لا بوشادوي. ولي تحب تستعمل هاد لا كريم سيترون في اون تارت، يعني تكون طبقة سميكة نوعا ما، ولا كحشو لكيكة، ننصحكم تضيفوا ملعقة كبيرة تاع مايزينا مور ما تخلطوا السكر والبيض. دونك كي تخلطوا السكر والبيض ضيفوا ملعقة كبيرة تاع مايزينا، ضربوهم بيان وضيفوا بقية المكونات. دونك انا هنا حكمت اون فيغين. دونك درت لي بودوار في لو سيرو كنت درتو نص كاس سكر مع كاس ماء، خليتهم يغليو لمده 10 دقائق وزدت لهم ملعقه كبيره تاع عصير الليمون. دونك درت لي بودوار مشمخين بلو سيرو، درت لا موس و سيترون، زدت درت في الوسط لي بودوار، ومن بعد غطيت بلا موس و سيترون، ومن الفوق كملت بلا كريم و سيترون. دونك هذاك النص اللي كنا خليناه من قبل، وهنا نخبطوه هكا شويه. دونك هاد لاموس ولا كريم كي تخلوهم يباتوا ليله كامله ولا على الاقل يعني 4 ساعات في الثلاجه، لاموس وسيترون ولا كريم وسيترون راح يشدوا روحهم، وكي ترفدوهم بالمغرفه راح يكونوا شغل جايين على شكل موس متماسكين. دونك هنا زيت بهاد لو ميني سيترون، قطعته هكايا شرائح رقاق، وزدت درت لا فايدة. راح تحصلوا على هذا الشكل الراقي، يعني بمكونات جد بسيطة. شوفوا ما شاء الله جا بزاف بنين ويشهي. تقدروا تحطوه في المناسبات والحفلات ولي بوفيه، ولا تقدروا تخدموه هكا يعني تحبوا تاكلوا تحلية باردة ومنعشة. ولا نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. إلى اللقاء في وصفات وأفكار واحد أخرين إن شاء الله.